السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحييكم الله. اسمع هذه النصيحة. الشيء اللي عشتي في الحياة ديالك واقعي وعشتي في الحياة ديالك صريح، ولا سيما إذا كنتي ذكي وكتعيق بالبروتوكولات ديال التحريميات ديال ولاد الحرام. إذا مشيتي الأخ الكريم حتى حسيتي بهذا المجتمع وعرفتي الحقيقة ديالو وكنتي كتنزل نقطة على الحروف الأخ الكريم الأخت الكريمة، هزا كلمة مع هاد الناس. بقى معايا نوريك واحد الخطة مزيونة من عند هاد العبد الضعيف حتى نوصل لك الفكرة، ولكني ما خصكش يهز كلمة. عرفتي علاش؟ لأن هاد المجتمع المنافق، هاد المحيط اللي كتعيش فيه، هو الغاية ديالو. وشنو خصو الغاية ديالو؟ خصو يشوفك انتينا في الأرض، خصو هو يثبت ديك العقلية الحيوانية ديالو وديك الجاهلية ديالو، حتى وهو غلط في الأفكار ديالو، وهو مثلا ظلمك أو ظلماتك في الحياة ديالك، خصو هو يثبت ديك الظلم ديالو على أرض الواقع. هذا هو المجتمع المنافق ديالنا. حتى الأخ الكريم الأخت الكريمة، دائما كن قوي، كن قوي يا أختي الكريمة، وتشبت في الله سبحانه وتعالى، هو اللي غادي ينصرك رغم الأعداء الكثر. خصك تكون متمسكة يعني بالقدرة الله عز وجل، أن الله على كل شيء قادر. واخا يكونوا بزاف بهم كيحاربوك، خصك تخلي عندك مبدأ وتخلي عندك مواقف ديالك، واخا تكون يعني كتهاجم مباشر أو غير مباشر. فهناك الهجوم كيكون غير مباشر، كاين الهجوم غير مباشر. على سبيل المثال السحر والشعوذة، يعني الواحد يخلق لك المشاكل، يمشي يعمل لك مثلا، يعمل لك ثقافة، يعمل لك كذا، يعمل لك كذا. الأمور هذه معروفة المجتمع الكلباني ديالنا إلا من رحم الله. يعني السحر والشعوذة والحسد وكذا، يعني عدة الحواجز، يعني العراقيل في العمل، العراقيل مع الزوجة، مع الزوج، مع الأخ، مع يعني اللي عندك عزيز، مع كذا وكذا. دائما الإنسان يكون قوي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول: المؤمن القوي خير وأفضل من المؤمن الضعيف. ميساج انفويي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.